صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابه اتكلم النهارده او الموضوع بدايته. احنا العيد بعد كذا يوم وكل واحد قبض المرتب بتاعك. اعمل حسابك اللي هو هيكمل معاك الشهر الجاي، يعني مكمل معاك الشهر اللي جاي. بلاش تتهور وبلاش تتهوري وتخلصيه وتفرحي تقولي انا معايا المرتب وعيد وفسح وكده. ماشي، والله مرتبك كويس يا ابني وماله، فسح المدام والعيال، ولو تاخدوا يومين تصيفة مش مشكلة. الأجازة خلصت، واللي كان عندك عيال في المدارس وخلصهم يروحوا يصيفوا. الدنيا مقفلة والدنيا جامدة وعايز تصيف بعد العيد. طب انت أكيد محوش مبلغ، يعني في كده المدام حاطة قرش على قرش وهتروح مصيف، هتاخد العيلين ويروحوا، فانت تتبسط بعد العيد. بلاش تهور بقى في العيد وتخلصوا القرشين. وكمان اليومين اللي هو احنا موجودين فيهم دول كل واحد عنده يوم كشري، يوم بصارة، يوم يوم مسقعة. الحاجات ديت كلها تكملة لحد ما العيد يجي. العيد بقى لما يجي بإذن الله تعالى هتوزع بقى. انت عامل حسابك ان انت النهارده هتاكل مشوي، النهارده التلات اربع ايام بتوع العيد ايه هتاكل فيهم لحوم. خلاص، لو انت هتذبح وربنا فرج عليك وكان معاك حاجه تذبحها، بلاش تستقل بالناس الغلابه. بلاش تيجي عليهم وتديهم نص ده ونص لحمه وتقول انا بعمل وجه الله. طب هما البني ادمين دول اللي مستنين كيلو لحمه هتجيبه لهم كله ده؟ معلش، بدل ما انت هتدي 100 ادي 10 ولا 50 واحد، 50 واحد لحمه وبلاش 100، عشان تبقى ياكل حته لحمه هيدعولك. اما ما يلاقوا الاكل اللحمه فيها ده هيقولوا ايه اللي هما بيعملوه. انا مش شيخه يا ابني ولا بقول لك اعمل كذا ولا ما تعملش كذا، انت حر. انا بقول له وجهه نظر ان انت حالا وفي ناس الغلابه اللي بيبقوا ماشيين في الشوارع وعشان ياخدوا حته لحمه بيشوف حد بيروح يذبح، بتلاقي ناس كتير دول بياخدوا اللحمه يبيعوها. انت عايز تدي ادي، عد على العمال اللي في المستشفيات، عد على العمال اللي بيبقى في قلب مصالح حكومية، لا اللي هما بيروحوا قطاع خاص ايام العيد. دول كلهم بيبقوا موجودين، ما عندهمش اجازة، بيبقوا موجودين. بتاع امن بيبقى موجود. كل دول يستحق اللي انت تديله. كل اللحمة بتاعك ده لو انت ذبيحة كبيرة اعمل حسابك ليه. اما الناس اللي بيبقوا في الشوارع بيلفوا دول انا عارفة ومتأكدة اللي هما بيبيعوها. يعني هما مش عندهم، هما قاعدين في الشوارع، هما دي شغلتهم. انا بتكلم عن نفسي اللي انا في السيدة زينب والناس